دفعت كام عشان تسافر عن طريق؟ 300,000 جنيه. ايطاليا حلوه؟ هي حلوه، بص ما بتظبطش مع الكل. ازاي؟ يعني في ناس بتظبط معاه وفي ناس ما بتظبطش. انا كنت في مدرسه قبل ما نجينا، قعدت في المدرسه سنه وكنت بنقعد نسمع الفيديوهات بتاعتكم دي ونقعد نسمع فيديوهات ايام. فكرت هنا الدنيا ماشيه وحلوه، يعني سبت المدرسه وسبت الورق وسبت كل حاجه وجيت هنا. جيت لقيت كل حاجه على الحقيقه بقى، على الحقيقة كل حاجة على الحقيقة. ضيعت الورق من ايدي وضيعت كل حاجة من ايدي. كنت هنتكلم ايطالي حلو وقعدوني قالوا لي 21 سنة تقعد، لكن انا كان عندي ظروف وعندي عيلة، عشان كده كنت لازم نطلع من المدرسة. وجيت هنا لقيت واحد هنا ساعدني، دي اللي ساعدني في ايطاليا. انا في ايطاليا هنا ليا كم عام، هو دي الوحيد اللي وقف معايا ودخلني بيت وامني على كل حاجة وراجل محترم ونشكره. وبعدين قاعدين نتسكحوا يمين وشمال. نعم. ايطاليا بقى اللي انت جيتها دي وشفتها في الصور وفي الفيديوهات بتاعتنا وكده، لقيتها زي ما انت كنت متخيلها؟ اكيد لا، الحقيقه مش زي الخيال طبعا. لقيتها ايه بقى؟ لا، لقيت في فرق 100 درجه. تستاهل البهدله وتستاهل ال 300,000 بصراحه. وانت من البحر عشان تيجي هنا وتموت والكلام ده، والله ما تستاهل. احنا جينا واللي فيه وعرفنا الحلو هنا وعرفنا الشين. عسى ان تحبون شيئا وهو شر لكم، عسى ان تكرهون شيئا وهو خير لكم.